يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. من أهم العوامل في هزيمة الأنبياء والأولياء هو أن لا يجدوا ناصرا ولا معين. بالتالي مثل شعبي نحن بنقوله إنه إيد لوحدها لا بتزبط. طيب النبي والمرسل والوصي والولي إذا أراد أن يبلغ رسالة للمجتمع ما عنده أعوان، كيف توصل؟ وكيف تبلغ؟ وخصوصا عندما يرى بالبيئة التي يعيش فيها أناس يغلقون الباب عليه، يعارضونه ويحاولون إسكاته. كيف تتبلغ الرسالة؟ كيف تثقف العالم؟ كيف تعلم العالم؟ وأهم مدرسة للناس وللشباب وللشابات يتعلموا كيفية تبليغ الدين هو الاطلاع على الكتابات التي أخذت قصص الأنبياء من القرآن والتي أضافت إليها قصص القرآن من السيرة الصحيحة الواردة عن النبي وعن المعصوم عليه السلام. يقدر يشوف كيفية المواجهة التي تعرض لها في إسكاتهم. وكذلك عندما يتعرض العلماء لنفس المواجهة، إنه ما بدي يخلي العالم يرفع صوته ويخبر الناس عن دين الله عز وجل. الحديث عن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: وما يبلغ عن الله، فهو جيدا، وما يبلغ عن الله بعد الرسل إلا البشر. وفي حديث آخر: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. ما لم يدخلوا في الدنيا. بس هذا الموضوع أنا بس بدي أروح عند قضية التبليغ. هون مسؤولية العالم. طيب الحسين عليه السلام عندما أرادوا أن لا يستمعوا له وأغلقوا كل الأبواب عليه وقالوا له: لا، بدك تبايع السلطان القائم، ممنوع بأي تبرير. لم يجد تبريرا لإسكات الحسين إلا ماذا؟ ما في حال اقتل. وهنا نجد أن المجتمع الذي دعا إلى نصرة الحسين تخاذل عن نصرة من؟ الحسين. هذا المجتمع عرف أن الحسين على حق وطلب وأرسل رسائل للحسين. أرسلوا له رسائل، بعثوا له الوفود، مش بس رسائل، يعني في ناس راحوا من الكوفة بقوافل وصلوا على المدينة المنورة، وصلوا إلى مكة والتقوا بالإمام الحسين وقالوا له: الوضع بهذا الشكل، نحن جاهزين لك. دعوه إلى المسير لينقذهم من ظلم الحكومة المتسلطة على رقاب المسلمين، متمثلة بملك بني أمية، المملكة التي أعلنها يزيد، معاوية ويزيد. بل بعض الرسائل كانت بتلوموا للإمام إنك أنت إذا ما جيت وقدت الجبهة تتحمل مسؤولية الظلم الواقع علينا والانكسار وعتو الأمويين بحقنا. فإذا الرأي العام كان يميل اللي بده يحلل إلى صالح مين؟ الإمام الحسين، مع وجود هذا الكم من تلك الدعوات التي تصل بالآلاف للإمام، مش بالعشرات. الرسائل فيها أعداد وأسماء وناس وصلت إلى آلاف. روايات بعض الروايات تقول 18,000 اسم. طيب موقف الإمام الحسين عليه السلام عمليا مش عشوائية الحكاية.
وصول الرسائل تستطيع تكتب اللي بدك اياه، تستطيع تحكي على المنبر اللي بدك اياه. بدي يختبر الإمام مين؟ نفس ذاك المجتمع الذي أرسل. والكوفة بذاك العصر وصلت في بعض الأزمنة أن التعداد كانت تعتبر دولة لحالها، تخطت 600,000 مواطن يسكنون الكوفة، وأسست الكوفة كمربد عسكري عندما تم اقتحام بلاد كسرى الحكومة الفارسية، وسيطر المسلمون وكسروا من تلك الحكومة وقضوا على الحكومة الفارسية من إيوان كسرى بمنطقة اللي كان هي مصيف أو مشتى لحاكم بلاد الفرس. طيب، رد على الرسائل وأرسل إلى الكوفة مسلم بن عقيل ابن عمه ليستطلع فعليا هذا الحكي عم يحكوه مني هيك، والله هذا كلام مسطرينه بالكتابات. لأن التجارب السابقة مع أهل الكوفة خذلوا الإمام علي عليه السلام وقتلوه في محراب مسجد الكوفة. وانتبهوا شباب، اللي رايح على زيارة بيعرف يعني شو مسجد الكوفة ومساحته الضخمة. تجارب العالم فيه مساحة ضخمة جدا، يسع الآن الألوف. مسجد الكوفة يسع كمية بشر الألوف يسع. فإذا لا يشوفوا. وخذلوا كذلك مين؟ الإمام الحسن، بل طعنوا الحسن وأرسلوا رسائل للمعاوية أنه نسلمك يا الحسن حي إذا بدك، نكبلوا ونرسل لك بعض القبائل اللي هي كانت تدعي التشيع نتيجة النفاق. طيب، هذه متخاذلين عن إمامين لسه برك استيقظوا برك يفيقوا إلى المهنة. فبعث مسلم ابن عقيل وبعث معه رسالة مكتوبة بخطه ليتيقنوا كمان انه هذا صوت الامام الحسين المكتوب، بالاضافه الى ممثله وابن عمه وامينه. قال في رسالته: وقد بعثت اليكم اخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي، وامرت ان يكتب الي بحالكم وامركم ورايكم. يعني انا بعثت المسلم ابن عقيل مستطلعا مش حال، ما في تليفونات وعندي اخبار وبعثوا لي. هذيك الايام بدك تروح بالقافله وترجع بالقافله الى هون. فان كتب الي انه قد اجمع راي ملائكم القيادات وذوي الفضل اصحاب الخير عندكم، والهجا يعني اصحاب العقل العقلانين، على مثل ما قدمت به علي رسلكم، يعني الأشخاص اللي اجوا من الكوفة خبروني من عندكم، وقرأت في كتبكم المراسيل المكتوبة، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله قريبا يعني وقدر ما تدعون. ثم قال لهم: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائم بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام. هذا من الرسالة انه الحاكم بده يكون يؤمن بالقرآن، يعمل به، القسط عادل، في برأب وحق للناس بده يؤديه. والخامس والأمر الأخير هو أن يكون دائما على طاعة لمين؟ لله عز وجل. وصل مسلم بن عقيل عشرات الآلاف من المؤيدين اجتمعوا وبايعوا مين؟ مسلم ابن عقيل. ما نحكي السيرة خلص معروف. فلقى أن هناك لوزية في الكوفة لولاية الإمام الحسين، فاعتمادا على ما شاهده من مبايعة، وهي الوسيلة شو؟ كيف واحد بتجيبه على التنظيم بتعمل له ملف وصل بالتنظيم استقطبته، فلقى عملية الاستقطاب وعملية الانتماء والجهوزية العسكرية ما يسمى بالمبايعة. أرسل رسالة مع مبعوث خاص للإمام جاء فيها نتيجة الاستطلاع المباشر: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، قد بايعني من أهل الكوفة 18,000 فعجل الإقبال حين يأتيك كتاب. فإذا الرسائل قوة الاستطلاع على قادة مسلم المبايعات خلاص. بهذه الفترة دخل ابن زياد ممثلا للحكومة الأموية لوين؟ على الكوفة، سبق دخول الإمام الحسين.
واعتمد عدة أساليب مما أدى إلى انقلاب الطاولة كلها سوا. بعد ما كانوا يبايعون الحسين تبين وفد الجماعة مبايعة صوتية لفظية كتابية انقلبوا نهائيا لسببين وهن سبب الانهيار لأي مجتمع. أول مسألة الحرص على الدنيا، الأمر الثاني الركون إلى الظالم اللي هي البحث عن الدعوة والمسالمة مع الظالمين. الأمر الأول اللي هو حب الدنيا، فكان الإمام عم بيقول الحسين: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معائشهم، فإذا محرصوا بالبلاء قل ماذا قل الدين. بس قل له المصيبة في بلاء شو بدنا بشرهم، ما بيتحملوا. لكن هذا مجتمع ما بينتصر، هذا مجتمع طبيعي مستعد نضحي له ب 11 إمام وتغيب الإمام الثاني عشر لأنه ما بيقدر يحفظ الدين. مثال على ذلك عندما جاء الإمام الحسين من مكة، عندما ترك الحاج وفي يوم التروية بين ذي الحجة اتجه إلى الكوفة وحول حجه إلى عمرة، وصل على منطقة اسمها منازل بني مقاتل. شو يعني منازل بني مقاتل؟ على القرآن بذيك الأيام اللي هي ممرات الماء في محطات لطعم الدواب وتشرب الناس تاكل العالم، يعني كيف اسمها محطة القطار ومحطة الباص وكذا. وصل إلى محطة اسمها منزل بني مقاتل، القوافل بتمر على هذا الممر. بهذا المنزل قالوا له انه هناك في عبد الله بن الحر الجعفي قادم من الكوفه، فراح الامام بنفسه لعنده، وكان هذا الرجل شاعرا شجاعا الى مولده من ابطاله، مطرح بطل مطرح بطل. التقى الامام مباشره بهذا الرجل وقال له في منطقه بني مقاتل، منزل بني مقاتل، محطه شو بدك تسمي. فقال له الإمام: أعلم أن الله عز وجل مؤاخذك، أو قال له: اعلم أن الله مؤاخذك بما كسبت، وأستفد من الذنوب في الأيام الخالية، وأنا أدعوك في وقت هذا إلى توبة تغسل بها مما عليك، أو تغسل بها ما عليك من الذنوب، وأدعوك إلى نصرتنا أهل البيت. هذا الرجل شخصية معروفة، شاعر مرموق، أهل شرف، إلى موغلة، كان معروف الشجاعة وإلى موغلة. طالع من الكوفة التقى بمحطة منزل بني مقاتل على طريق الكوفة الحجاز. شو أجاب هذا الرجل الإمام؟ قال: والله إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة. يعني أنت على حق وترك الحق معك، ولكن ما عسى أن أغني عنك، ولم أخلف لك بالكوفة ناصرا ما لا حل منه، فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة، فإن نفسي لم تسمح بعد بالموت، أنا ما بدي موت، ولكن فرسي هذه الملحقة، عندي فرس، عندي بيت، عندي مال، والله ما طلبت علي شيئا قط إلا لحقته، ولا طلبني وأنا علي أحد قط إلا سبقته، فخذها فهي لك، خذ هذا الحق خلاص، فطلب المصلحة والقتال. هذا بدل على هذا الجواب قد ايه هذا الرجل شو متخاذل، قد ايه كاره للموت وعم بيجاوب من إمام زمان، وبالتالي تخلى عن نصرة مين؟ الإمام. هم ذكرنا بحديث للنبي عن كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم: ليقذفن الله في قلوبكم الوهن. بيقول له واحد: شو يعني نحن بصير قلوبنا الوهن، مصاب بالوهن؟ بيقول له النبي صلى الله عليه وآله: حب الدنيا وكراهية شو؟ الموت. بس حب الدنيا كراهية الموت، كل العالم شو بتعمل؟ تخطف عليك. مشهد ثاني يجي لعنده الإمام هو بمحطة منازل بني طالب، عمرو بن قيس المشرقي مع ابن عمه يسلموا على الإمام وإلى هنالك. بيقول لي الإمام: جبت مالي مصلتي، يعني جبت التحوا بالقافلة. يجيب عمرو: إني رجل كبير السن، كثير الدين، كثير العيال، وفي يدي بضائع للناس، ولا أدري ما يكون، وأكره أن أضيع أمانتي.
إنه يضيع المصاري والأمانات والعيال، يعني هذا مخالف للدين. بس يضيع إمام زميله وخليه ينقتل وما يدافع عنه ما بأس. وابن عمه قال نفس الشيء، فحاول أن يلبس قاتله لباس شو؟ لباس الدين ولباس الدنيا والحقوق وإلى مهله. فهون الإمام شو قال له لعمه ولابن عمه؟ ناصح، انطلقا روحوا فلوا فلا تسمعا ولا تريا لنا سوادا، ما تشوفوا تجمعنا ولا مطرح ما حنقاتل ولا مصيبتنا بدها تصير. فإنه من سمع واعينا أو رأى سوادنا فلم يجبنا يلتحق فينا أو يعنا كان حقا على الله عز وجل أن يكبه على منخريه في النار. يعني تخاذل عن لجهنم خلاص فلوا. الأمر الثاني مختلف فيه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. في طبيعة بالواقع الاجتماعي لأن ثلاث أمور شباب الأحزاب. في ناس بس يشوفوا الظلم بيروحوا بيناصروا دولة الظلم وبيقعدوا مع دولة الظلم وبيناصروها نتيجة إنه بدهم يتلقوا منها مكاسب. في ناس لا بيقعدوا على جنب دولة الظلم، ما إلنا مصلحة بنتفرج. القسم الثالث لا بيثبت على المبادئ وبقول أنا بدي آكل مين؟ الظلم. واللي هون الآية حددت علامة إلى المؤمنين أن لا يركنوا إلى ماذا؟ إلى الظلم. لأنه اللي بيركن للظلم ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا اللي بيركن للظلم الله ما بينصر، بيخليه متخاذل طول عمره. فعندها عندما وصل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة استعمل كل الوسائل، تهديد بالقتل. الجماعة الشرطة التابعة للدولة اللي كانت موجودة بمركز الإمارة استخدمهم. شو صار يعمل؟ يقوم بعملية اعتقال رؤساء القبائل، بلش يستلم بالأموال. جماعة كل سوى بإحدى الليالي عندما وصل بمسجد الكوفة قال له ممنوع حدا إلا بده يصلي اليوم المغرب وين؟ بقلب مسجد الكوفة اللي بيساعدنا بالألوف. حتى أمر كل الشرطة العرفاء المناكب والمقاتل، العرفاء يعني المناقب المناكب اللي رؤساء العرفاء والمقاتلة، وجمع كل الناس مع هؤلاء اللي كانوا على بناء انه جاي الحسين راح يصيروا مع الحسين، عادوا رجعوا لوين؟ للسلطة الأموية. وهناك هددهم ولاحق مسلم ابن عقيل وأمر بقتل مين؟ مسلم. هؤلاء كانوا مناصرين لمسلم انقلبوا على مين؟ فقط المسلم بن عقيل. وبالتالي بعدين انقلبوا ناصروا الحكومة الأموية وشاركوا في قتل من؟ حسين عليه السلام. شو السبب؟ اثنين، حب الدنيا والركون الى الظالم. ماني بحب الدعاء، ما بدي مشاكل. شو مقاومه؟ ما مقاومه حمل النيات. شو قوس هذا القوس؟ لا يا زلمه. فعدوا عقلين، عدوا جنتلمان وخلاص، ما شفتم بهالشغايل كلها سوا. وهكذا انهارت الامه فقتلت مبعوث إمامها وقتلت ماذا؟ من ذاك اليوم لليوم هذه الأمة يتسلط عليها فسقطها وكفارها. فخاطبتهم زينب عليه السلام بعد المعركة نهائيا: أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل الخداع والغدر والخذلان، ألا فلا رقعت العبرة ولا هدأت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني غشا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقى مناصرين للمقاومة ولجيوشها ولولاية الفقيه ولكل من يسير على درب ومحور المقاومة حتى تهزم أمريكا وإسرائيل والخونة العرب. وصلوا على محمد وآله.